السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة ومؤسسة بكار بيوتي صالون. وسؤال النهاردة مهم جدا، خاصة للأسف إن بنات كتير بتتعرض له. استخدمت مواد حلوة جدا وجايباها بنفسي من الصيدلية، ومع ذلك لما عملتها وقعت شعري كله. وطبعا أنا قلت 100 مرة قبل كده إن موضوع المواد هو موضوع ثانوي بالنسبة لنا. والله دي الحقيقة، يعني الحقيقة المجردة إن حالة الشعر الرئيسية وتشخيص المتخصصة للحالة أولا وأخيرا هو السر في نجاح العملية كلها. وبناء على التشخيص بنبدأ نختار المواد وبعد كده بطريقة التطبيق. ولكن مواد التطبيق ممكن تختلف من متخصصة لمتخصصة وبرضو تجيب نتائج حلوة ومستمرة مع حالة الشعر حتى لو فيها تلف. ده راجع لتطويع المادة اللي المتخصصة اختارتها. ولو اتحطيت انا مثلا في ان انا اضطر اعمل مادة مختلفة بطوعها واظبطها على حسب الحالة اللي قدامي. اذا موضوع ان انا اختار مادة واقول انها حلوة وده بالنسبة لي انا كلام فاضي ولا اعترف بيه نهائي. ونفسي اقول للبنات ريحي دماغك وروحي للمتخصصة، سيبيها هي تختار المادة وتختار طرق التطبيق وتمشي على الخطوات اللي هي هتقولك عليها عشان تحمي شعرك من الوقوع. ولو عندك اي سؤال تواصلي معايا، هكون معاكي خلال 24 ساعة معاكي.